المنتشره، كل حد دلوقتي يقول لك انا عندي بواسير. البواسير ربع الناس عندها بواسير. عايزين نقول اعراض البواسير: وجود دم. ما احنا نفرق بقى بين دوت، دي بواسير دي كذا. ممتاز. وجود دم في البراز، الم اثناء التبرز او بعد التبرز. البواسير بتكون فيها 4 درجات: درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه، درجه رابعه. الجديد في جراحات البواسير دلوقتي يا محمد بيه انها ممكن تتم بالليزر، ان المريض بيخرج في نفس اليوم، ان ما بيبقاش فيها الم او الفتيل اللي كان بيرعب الناس دوت، ومفيش ارتجاع للبواسير. فعايز اقول لك، ولكن يبقى الاستئصال الجراحي بالليزر هو العلاج الاساسي. ما انا كنت لسه اقول لحضرتك ده يغني عن الجراحه؟ لا، ما هو دي جراحه ليزر. لان انا للاسف الشديد بشوف كتير يقول لك علاج البواسير بدون جراحه. امانه ربنا دي امور غير علميه. دي امور غير علميه. احنا بنحتفظ ببعض الطرق اللي هي زي ربط البواسير، زي حقن البواسير، زي تبريد البواسير. ده بنحتفظ بيه يا فندم للمريض اللي ما ينفعش يعمل جراحه، عنده مشاكل في القلب او مشاكل في التنفس. الحاجه الوحيده اللي ممكن يعني بتبقى في اسباب بتضطرنا لكده. بالظبط. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخف لما تكون البواسير في المراحل الاولى ممكن تخف بالادويه. لكن انا عايز انصح، ستايل الحياه مهم جدا. عايز اقول محمد بيه، الامساك عدو المستقيم والشرج. يعني اتمنى من الجميع حتى اللي عنده امساك يدخل الحمام 3 مرات في اليوم، حتى لو ما عندوش رغبه في التبرز. دي حاجه اسمها بايو فيدباك. بمرور الوقت القولون والشرج هيتعود والامساك مش هيبقى موجود. انصح الجميع خش الحمام